السلام عليكم. خلينا كده نستعرض مشكلة ان انت دلوقتي عندك مريض، والمريض عايز تاخد رأي حد في التريتمنت بلان اللي انت حطيته، او عايز توري حد تاني زميلك مثلا الوضع اللي المريض دلوقتي فيه. وقتها قدامك حاجة من اتنين: رقم واحد، اما توري الشخص صور المريض والاكس رايز بتاعته، وهو وقتها هيشوف صور ولكن المريض مش قدامه. ده لا يغني ان المريض يكون قدامه، فبرضه مش هيقدر يشوف بالتفاصيل اللي انت عايزها. مش هيقدر يشوف مثلا حاجه زي كلاس 5. الصوره اللي هتبين لك كلاس 5 مش هتبين لك كلاس 2، وبرضه الموضوع هياخد منه وقت ومجهود لحد ما يجمع الحاله في دماغه. الحاجه التانية ان هتتكلم كتير قوي لحد ما توصف له كل سنه ووضعها. فهنا طالما حطينا ايدينا على المشكله، خلينا نعرف الحل. الحل ببساطة في الدنتال شارت. الدنتال شارت عبارة عن شكل جرافيك مرسوم، هيبان لك فيه كل سنة بالوضع اللي هي فيه. والكلام مش زي ان انت تبص على صور المريض، لان انا هنا بحط لك الاسنان بعد الدياجنوزيس لكل سنة. يعني مثلا السنة فيها اندو ولكن فيها بين مع بيركشن، فيها عندي هنا بري ايبيكال باسوزيس، فانا بالتالي عارف ان السنة دي هنا في بريدج. هنا البونتك ديفكتيف، في منها جزء حصل له شيبنج، وعند الاندو بتاعها ديفكتيف وبدأ يعمل مشكلة. شفت من رسمة واحدة او شكل واحد انا طلعت بكمية معلومات قد ايه؟ فتخيل 32 سنة ازاي هتوصل الفول كيس ريفيو بشكل اسهل من الدنتال شارت. انا عملت الدنتال شارت والحمد لله برمجته بالكامل، وخلينا نتكلم عنه النهارده. اول حاجه هنعرف ايه اللي بيقدمه الدنتال شارت اللي انا عملته، والحاجه التانية ازاي بنيته وخد مني وقت قد ايه. اولا، ايه اللي بيقدمه الدنتال شارت؟ الدنتال شارت زي ما احنا شايفين، اولا هو ريسبونسيف يعني بيشتغل على وات ايفر حجم الشاشه عندك ايه، مش هيحصل مشاكل. ودي حاجه دي بتكون حاجه احنا بنحلها بايدينا، مش حاجه سهل انها تتحل لوحدها. وهنيجي على اي سنه وليكن مثلا الابر رايت كناين، وهنختار مثلا ان هو اندو. هنختار مثلا هنا بنختار الكاتيجوري، وهنا بنختار الكونديشن اللي هو موجود فيها. والله هو مثلا روت كانال تريتمنت فقط، ولا هو فيه امالجام كور، ولا كومبوزيت كور، ولا هو الكور ريستوريشن ديفكتيف الاندو كويس ولكن الكور ديفكتيف، ولا هو اصلا الاندو فيه مشكله. لو الاندو فيه مشكله هنختار من هنا، وهنلاقي الشكل اتحط. طبعا نقدر نعمل زوم ان بالمنظر او زوم اوت. غير كده كمان انت كل سنة عندك ممكن تحط لها نوتس تحت. هو مثلا السنة والله مثلا في مثلا سلايد بين ويز بيركشن او وات ايفر اي نوت. السنه دي لو انا اللي عاملها او لو انا اللي عامل التريتمنت ممكن اعمل التشيك وبعلامه بسيطه قوي هعرف ان السنه انا اللي عاملها. خلي بالك حاجه زي كده بسيطه قوي، ولكن ممكن تحل لك مشاكل انت ممكن تواجهها، سواء حصل معاك او لسه ما حصلش. فهو هيحصل معاك قريب، ان انت هتكون عامل للمريض اندو في الفور مثلا، وهيجي من الفايف هو عامل له اندو عند حد تاني، يقول لك يا دكتور لا انت عامل لي الفايف. طبعا اغلب الوقت هتكون انت عارف شغلك وعارف الشكل الاناتومي اللي انت بترسمه وعارف شكل الخامات اللي انت بتستخدمها، فغالبا هتفرق ما بينهم. ولكن تخيل معايا كده لو هما الاتنين شبه بعض، واللبس اللي انت فيه، وان انت بتتكلم قدام المريض مش عايز تظلمه وخايف تقول له لا مش انا. والله حاجه زي كده قول للمريض لا، انا السيستم عندي مسجل فيه ان السنه دي انا اللي عاملها لك، هتطلع وقتها دفتر الزيارات اللي هو موجود على الابلكيشن اللي هو دنت فلو. ولكن احنا مش موضوع الفيديو هنتكلم عنه النهارده، احنا بس بنتكلم على جزء صغير قوي في الابلكيشن وهو البيشنت شارت. هتطلع دفتر الزيارات وهتقدر تقول له والله الزياره الفلانيه بتاريخ كذا انت حضرتك جيت وعملنا الجلسه الفلانيه اللي عملنا فيها اندو للسنه وانا عندي مسجل كل حاجه. المريض لما يشوفك ان انت مسجل كل حاجه بالتفصيل، وقتها خلاص الموضوع فعلا ما فيهوش لبس. هيعرف قد ايه انت بروفيشنال وقد ايه انت واخد طب الاسنان او البراكتس بتاعتك لانذر ليفل. طيب
انا مثلا دلوقتي زي ما قلنا اخترنا طلع السنه كده، احنا كتبنا عليها النوتس وهنلاقي اللي مكتوب تحتها النوتس. النوتس هنا انت ممكن تكتب الوركينج لينس بتاعك، ممكن تكتب اي نوتس انت حاببها. برضو السنه لو انت عندك اكس راي في البرنامج طبعا بيتيح لك انت تحتفظ بالاكس راي، ودوت هنتكلم عنه في فيديوهات تانية. هنا بيديك وصف كده للسنه، والله يقول لك السنه ديت فيها كيريز كلاس 5 سيرفايكل. اي سنه تانية طبعا مفيش مريض هيجيب كل الاشكال ديت من المشاكل، ولكن احنا بس علشان نوضح الفكره. طيب ازاي بنيت الجزء دوت واخد مني وقت قد ايه؟ عشان نعرف ازاي بنيت الجزء دوت، فاولا نقسمه نصين، نص بتاع الكانفاس اللي هو بيظهر الشكل المرسوم، والنص التاني بتاع الديتيلز او التفاصيل. الديتيلز او التفاصيل ديت اللي هي طبعا اولهم ان رقم السنه، الارش موجوده في اني بالظبط كوادرانت موجوده عندي، هي مثلا لور رايت ورقمها 6، واليونيفرسال كود بتاعها 30، الكونديشن بتاعها، الكاتيجوري اللي انا ممكن اختار ما بينهم ما بين كاتيجوريز كتير، وكل كاتيجوري من ديت بتوديني لشويه كونديشنز، وليكن مثلا الكيريز هيديني لشويه كونديشن كلاس 1 و 2 و 3 و لما اختار الكونديشن هيقول لي طبعا الكونديشن اللي اخترتها هنا، ويبدا يطبقها على الاسنان، وعرفنا التشيك بوكس ده بتاع ايه، وان احنا ممكن نضيف نوتس تحت. الجزء دوت ما خدش مني وقت كبير، ولكن الجزء اللي فوق اللي اخد مني تقريبا 4 ايام، كل يوم حوالي 6 أو 7 ساعات عمل. دي حاجه مش موجوده، محدش بناها قبل كده، فانا كان مطالب مني ان انا احط الكونسبت، احط انا محتاج ايه، وبعدين احط الخطوات اللي ممكن امشي عليها واجرب لحد ما اوصل للنتيجه ديت. انا عندي في الكانفاس اللي اخدت مني وقت طويل ديت بقسمها لجزئين، بقسمها للجزء بتاع الاسنان، وبقسمها للاكشن بار اللي تحت ده. الاكشن بار دوت اول ايكون فيه بتعمل سيلكت او دي سيلكت للسنه اللي انا مختارها. تاني ايكون فيها بتعمل شير ان انا ممكن ابعت الشارت دوت، وهنا الهدف من الشارت لاي حد من الدكاتره. انا عشان شغال على الكمبيوتر انا عندي الشير اوبشنز عندي هم دول، ولكن حضرتك لما تعمل شير من على موبايلك هيظهر لك كل برامج الشات اللي ممكن تبعت من خلالها صورة، زي الواتساب، الفيسبوك، الانستجرام، الماسنجر. اي برنامج عندك ممكن تبعت من خلاله صورة هتلاقيه مظهر لك في الشير منيو عندك على موبايلك. تالت اوبشن وهو الروتيشن. الاوبشن دوت هيخلي الشارت يلف، الطول بتاعه يبقى عرض والعرض يبقى طول. طبعا الموبايل بيكون بالدايمنشن زي بتاعت الويندو دي، بيكون طوله اكبر من عرضه، فانت عشان الشارت مش باين كويس كده ممكن تعمل روتيشن، هيبان معاك بشكل على الشاشة بحيث بشكل اوسع بكتير وافضل بكتير، فديت الحاجة اللي بتعمل روتيشن. هنا بتعمل ريسيت للشارت كله، بتمسح لك الشارت كله بحيث لو انت حابب تبدأ من الاول. طيب كده خلصنا الاكشن بار، تعالى بقى اقول لك ازاي بنيت الجزء بتاع الاسنان دوت. اولا احنا هنا مستخدمين مبدأ اسمه الستاك. ستاك يعني ايه؟ ستاك ان انا اقدر احط طبقات كتير فوق بعضها. يعني اول طبقة هو مجرد خط ومساحة فاضية، وخط ومساحة فاضية تانية، مساحة فاضية فوق لسه مفيش اسنان، وخط ماشي مفرق لي الابر عن اللور، ومساحة فاضية تحت. بعد كده الطبقة اللي فوقيها هيكون هوريزونتال، ان انا عندي مساحة فاضية، الخط بتاع الميد لاين، ومساحة فاضية تانية. انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت الخطين دول بس، عملت فرقت الابر عن اللور والرايت عن الليفت، لسه ما عنديش اسنان. طيب عشان اعمل الاسنان هنا عرفت فايدة نظام اليونيفرسال سيستم. اليونيفرسال سيستم معمول علشان سيستمز الكمبيوتر بيكون لي اسهل بكتير جدا ان اتعامل مع الاسنان كنمبرز following each other، يعني ديت سنة رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4 لحد رقم 32. ده بيكون اسهل لي بكتير ان انا اعمل، طبعا النوتيشن ما ينفعش استخدمها في البرمجة، والاف دي اي برضو بيكون معقد شوية. فالنظام اليونيفرسال هنا عرفت قيمته فعلا، ان هو نظام بيتيح لي او بيسهل لي الديجيتاليزيشن بتاع البرمجه في طب الاسنان. فبالتالي انا مجرد عملت ايه؟ انا قلت السنه دي رقم 1، حطيت هنا زي كونتينر او مكان للسنه دي، وهنا مكان للسنه دي، وهنا بمجرد انا ما عملتش الموضوع دوت يدوي، لا هو البرنامج اوتوماتيك
قعد يعد لي، قلت له لو انت نزلت لحد 8 ابدا انزل لتحت، سوري نزلت لحد رقم 16 ابدا انزل لتحت. وبالتالي انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت الخط بتاع الميد لاين والخط اللي بيفرق بين الابر واللور، وحطيت مكان كل سنه من دول مكان فاضي مستني ان صوره السنه ديت تتحط فيه. صوره السنه، صوره السنه انا رسمت كل حاجه في الاسنان دي. ولو انت فاكر ان دي حاجة سهلة او مش مستبعد ابعاد الموضوع، مش حاسس بابعاده، فانا بقول لك ان عندنا 32 سنة، اضربهم في عدد الكونديشنز الموجود. عدد الكونديشنز الموجود دوت ان في كل كاتيجوري بص انت عندك كام كونديشن. يعني وليكن مثلا اول كونديشن عندي مثلا الكيرز في كلاس 1 و2 حتى اخره، انا رسمت الفك كله بكلاس 1، الفك كله بكلاس 2 ميديال، الفك كله بكلاس 2 ديستال، وهكذا. هيطلع عندك النتيجة ايه؟ هيطلع عندك النتيجة حاجة شبه كده. دول كام فايل؟ 1360 رسمة، ولكن انا قدمت الحمد لله محدش قدمه لسه حاليا. 1360 رسمة تقريبا على مدار 5 ايام او 4 ايام، مش متذكر بالظبط. وانا فاكر كويس ان كل يوم كان فيه 6 او 7 ساعات على الاقل شغل مستمر، مش عشان رسم الاسنان فقط، ولكن عشان ابني فيتشر فروم زيرو محدش عرف يعملها وتكون بالسلاسة والبساطة اللي هي متقدمة بيها ديت. عندي سنة مثلا فيها اكستراكشن، اختار اكستراكشن واختار ان هي توث ميسنج او مجرد بس هو الروت اللي موجود، فهيشيل لي الكراون. شكرا ليكم، وقابلكم ان شاء الله في فيتشر جديدة من برنامج دنت فلو. السلام عليكم.